إيه؟ كلمني عن الشيخ عايض القرني. والله يا أخي الكلام عن الشيخ عايض كلام يعني هو رجل كبر سنه والشيخ عايض ورق عظمه واحدودب ظهره وأظنه اقتربت منيته، ومن ينظر إليه يرى الموت يلمح بين عينيه سبحان الله في كل ساعة. حتى أنت لما قلت أن السنة الجاية فيها سواعد الإخاء باجتماعكم كنت أظن أن الشيخ عايض لن يحضر، بل لو كنت أعلم الغيب. حنعيد كسر الكاميرا ارميها في البحر. اني بديت انظم قصيده وبنزلها فيك. لا والله لا صدق. لا هذا وانا ما بعد هجاء مر. لا ما بعد خلاص يا ابو عبد الله. لا ان غضب هجاك وان لم يغضب ما مدحك. خلاص سم. تفضل. والله يا اخي ابو عبد الله الشيخ عايض انا عرفته من ايام دخول الجامعه، يعني يمكن من عام 408 9 يعني توافق 88 ميلادي و89. وكان ما شاء الله مؤثرا باسلوبه ولغته، وكان طرحه مميزا عن غيره. الرجل جمع ما بين العلم والأدب، وبالتالي ربط الجيل الجديد بالأبيات الأدبية والكلمات المتعلقة بها. يعني حتى أذكر وأنا تلك الأيام ربما عمري 18 سنة لا يزال، يعني كنا نحاول أن نقلد في الأداء الأبيات. يعني أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل ونحو ذلك من أبيات حفظناها من تلك الأيام. بل إنني أذكر لا والله في الثانوية ليس في الجامعة، في الثانوية أظن ذهبنا أيضا مرة للجنوب مع مجموعة من الزملاء ورحلة مدرسية يعني. فكان الشيخ عايض هو الضيف وكان صاحب نكتة. حتى أذكر وأنا صغير تلك الأيام جالس، فكنا نسأل نقول ما الفرق بين الشيخ عايض القرني والشيخ عوض القرني، فقال أنا عايض القرني وهو عوض القرني وأنا فيني ألف وهو فيه واو لكن كلنا قرني قرون يعني. فكان صاحب نكتة من تلك الأيام أبو عبد الله. الرجل جمع ما شاء الله ما بين يعني الأدب كما ذكرت لك والعلم الشرعي، وكان في تلك الأيام يشرح صحيح البخاري والكتب السنة مهتم بها. ماذا يعجبك في الشيخ عايض؟ أكثر شيء يعجبك في الشيخ؟ والله يا أخي لطف الشيخ، خلقه جزاه الله خير، معلوماته، يعني أثناء جلوسنا معه ما شاء الله استشهاداته بالأقوال الأئمة، قال الخطابي وقال ابن تيمية، وقال إضافة لاستشهاداته الكثيرة بأقوال المتنبي والجاحظ وغير ذلك، حتى كأنك لا قوة إلا بالله أمام موسوعة. فأنا يعني ربما هذه أول مرة أجلس معه جلسة طويلة. كنت تعرف أحيانا جلستك معه في غداء أو عشاء ويكون ربما نصف ساعة الجلسة كلها ومع وجود الناس وهذا يسلم وهذا يجلس ما هو الوضع غير مرتب. لكن جلسة مثل هذه الآن احنا الساعة مثل 10 صباحا بنجلس إلى الساعة 1 ظهرا 3 ساعات، يستبين لك فعلا من الرجل قدراته ومعلوماته، وعسى الله أن يحفظه. وأيضا الشيخ جزاه الله خير نشيط في الدعوة. أنا أشوف أحيانا أذهب مثلا الجدة، أذهب إلى كذا إلى أي مكان فأصلي في مسجد تجد إعلان لمحاضرة للشيخ. في الإنترنت تجد مثلا قرية في المكان الفلاني ويقولون اليوم ندعوكم إلى محاضرة للشيخ عندنا. فالرجل إذا جمع حقيقة ما بين العمل الدعوي المتواصل والحرص عليه بلا شك يدل إن شاء الله على